فيما يتعلق بجوائز الدولة التشجيعية، منحت الجائزة في فرع الفنون 5 جوائز وحجبت 3 جوائز. في الآداب أيضا منحت 5 جوائز وحجبت 3 جوائز. وفي فرع العلوم الاجتماعية 3 جوائز وحجبت 5 جوائز. فيما يتعلق بالفائزين في جوائز التفوق، جائزة التفوق في مجال الفنون حصل عليها عصام السيد والأستاذ كرم النجار. الأستاذ عصام السيد والأستاذ كرم النجار. فيما يتعلق بالتفوق في الأستاذ عصام السيد حصل على 30 صوت، الأستاذ كرم النجار حصل على 26 صوت. فيما يتعلق بالتفوق في مجال الآداب حصل عليها أيضا الأستاذ محمد ناجي على 26 صوت، والأستاذ نسيم مجلي رزق حصل على 27 صوت. جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية حصل عليها الدكتور حسن عماد مكاوي 27 صوت، والدكتور صفي الدين خربوش أيضا على 25 صوت. جائزة الدولة التقديرية في الفنون 3 جوائز منحت للأستاذ داود عبد السيد حصل على 35 صوت، والدكتور أحمد نوار حصل على 30 صوت، والأستاذة الفنانة محسنة توفيق حصلت على 31 صوت. جائزة الدولة التقديرية في الآداب وأيضا منحت 3 جوائز. الجائزة الأولى حصل عليها الشاعر سيد حجاب وحصل على 35 صوت، والأستاذة الدكتورة نهاد صريحة وحصلت على 28 صوت، والدكتور سعيد سالم وحصل على 28 صوت. جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية الدكتور عاصم الدسوقي هي 3 جوائز أيضا، 4 جوائز آسف. الجائزة الأولى حصل عليها الدكتور عاصم الدسوقي ب 30 صوت، والدكتور جلال أمين ب 31 صوت، والدكتور فيصل يونس 26 صوت، والدكتور محمد حافظ دياب أيضا 26 صوت. وفيما يتعلق بجوائز النيل هذا العام لم تحجب أي من الجوائز الثلاث. الجائزة الأولى في الفنون وحصل عليها الأستاذ محفوظ عبد الرحمن ب 25 صوت. جائزة النيل في الآداب حصل عليها الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي 32 صوت. جائزة النيل في العلوم الاجتماعية أيضا حصل عليها الدكتور مصطفى العباد. بهذا تكون جوائز النيل كلها قد منحت، وجوائز تقديرية قد منحت، وحجبت جائزة واحدة فقط في التفوق. وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا. نعم. نعم. الشيك بتسلم تاني يوم. الشيك بتسلم تاني يوم. يعني قريبة جدا. طبعا الجائزة نفسها جائزة شهادة رسمية دي ممكن يعني لكن مفيش حفلة توزيع لكن الميداليات الذهبية بتحتاج حفر الاسم الفائز على الميدالية نفسها. فده بيحتاج مصلحة سكب العملة بنبدله منها عشان سكب الاسم. هل في حفلة توزيع جوائز ولا مفيش؟ اسمح لي، هو يعني الجائزة قد منحت منذ اللحظة بقيمتها الأدبية للشخص الذي حصل على الجائزة. أما فيما يتعلق بالعائد المادي أو العائد يعني الميدالية كذا يعني خلال الأيام ونأمل في إن شاء الله في المرحلة القادمة في الدولة المصرية الجديدة في الأمل الجديد أن يكون هناك احتفال يعني يليق بهذه الجائزة وبتاريخ هذه الجائزة، وتمنح يعني تقدم الجوائز في حفل يحضره رئيس الجمهورية. سوف نعمل وآمل أن يكلل عملنا بالتوفيق ان احنا يبقى فيه حفل يليق بهذه الجائزة ويحضره رئيس الجمهورية ان شاء الله.
معالي الوزير عصام الديجي في التلفزيون المصري، احنا لاحظنا ان في بعض المرشحين حصل يعني واحد حصل على جائزه فقط من هذه الجوائز، وهناك مجموعه ايضا حصلت على جائزه واحده من هذه الجوائز. ده بيترتب على التصويت ولا بيترتب على نظام معين؟ يعني في دلوقتي زي محفوظ عبد الرحمن حصل الوحيد على جائزه النيل للتفوق، تمام؟ فقط مفيش حاجه اسمها النيل للتفوق. حصل على جائزه النيل في مجال التفوق، في مجال التفوق. جائزة النيل، جائزة التفوق دي جائزة أخرى. للفنون قصدي، جائزة النيل للفنون. في حين هناك مجموعة من المرشحين حصلوا على جائزة واحدة. يعني مثلا هنا لاحظنا ان في